السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نور مصر، القناة التي تثبت بالوثيقة والدليل أن مصر لم تكن يوما أرض ظلام، بل كانت مهد النور ومنبع العلم، وأن أول من حمل هذا النور كان نبيا كريما أو عالما ربانيا عاش على أرضها. اليوم نبدأ رحلة نور مصر من أول سطر كتب في التاريخ، من أول قلم خط على ورق البردي، من أول عالم علم الدنيا الكتابة والزراعة والطب والفلك. اختلف المؤرخون في اسمه، فالمسلمون يقولون إدريس عليه السلام، والمصريون القدماء قالوا أوزيريس، واليونان سموه هرمس. لكننا اليوم لن نقف عند الخلاف، بل سندخل إلى الورق والحجر لنرى ماذا فعل هذا العالم في مصر، وكيف جعل منها منارة للعالم. السر الأول الذي لم يترجم للعربية حتى اليوم موجود في بردية جوي المحفوظة في متحف تورين بإيطاليا تحت رقم 144. هذه البردية ترجع لعهد الأسرة 19، أي قبل موسى عليه السلام ب300 عام. تقول البردية بالنص الهيروغليفي الذي ترجمه عالم المصريات الألماني كورت زيته: جلب أوزير النور والماعة أي الحق والعدل من أرض ختيو إم مفكات. وختيو إم مفكات تعني حرفيا جبل التركواز الشرقي، وبإجماع علماء الآثار فإن جبل التركواز هو الاسم الفرعوني القديم لمنطقة سرابيط الخادم في جنوب سيناء، وهي المنطقة التي كان يستخرج منها المصريون الفيروز والنحاس. فالبردية تقول بوضوح إن هذا العالم جاء بالعلم من سيناء إلى وادي النيل، وليس العكس، وهذا يوافق ما نقله الإمام الشهرستاني في كتاب الملال والنحل عن الصابئة الحرانيين وهم بقايا أتباع إدريس عليه السلام. قال: كان نبيهم هرمس وهو إدريس يصعد كل سنة إلى جبل في صحراء سين فيصوم فيه 40 يوما ثم ينزل ومعه العلوم والشرائع فيعلمها الناس. فتخيل أن أقدم وثيقة مصرية وأقدم نقل إسلامي يتفقان على أن سيناء كانت هي الجامعة الأولى في التاريخ، وأن أستاذها الأول كان هذا العالم. والأعجب من ذلك أنه لما حفر عالم الآثار السير فيلندرز بتري في وادي النصب بسيناء عام 1906 وجد مقبرة صغيرة مكتوبا عليها بالهيروغليفية بيت أوزير، ومعناها بيت أوزيريس، وبداخلها وجد أقدم محبرة وأقدم قلم عرفتهما البشرية، محفوظين الآن في متحف بتري للآثار المصرية في لندن. فلماذا يدفن رجل في سيناء ومعه أدوات الكتابة إلا إذا كان من تلاميذ المدرسة الأولى، مدرسة إدريس عليه السلام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان: أول من خط بالقلم إدريس. فهذا هو النور الأول الذي خرج من مصر. النور الثاني الذي حمله هذا العالم إلى مصر هو نور الزمن والفلك. قبله كان الناس لا يعرفون عدد السنين ولا الحساب، فكان هو أول من علمهم كيف يقرؤون السماء. قال ابن كثير في البداية والنهاية: جيم 1 صاد 108 طاء دار هجر. وإدريس عليه السلام أول من نظر في علم النجوم والحساب، وهذا يوافق تماما ما جاء في متن الأهرام نص رقم 273 المحفوظ في هرم أوناس بسقارة. يقول النص المترجم عن عالم المصريات را أو فولكنر: أوزير هو الذي قسم السنة إلى 365 يوما. والسر الذي لم ينتبه له أحد أن أقدم تقويم في التاريخ وجد في سيناء في معبد سرابيط الخادم. نقش المصريون على الصخر جدولا فلكيا يرصد حركة نجم سبت أي الشعر اليمانية. المرجع: نقوش سيناء لعالم الآثار السير فيلندرز بتري، لوحة رقم 115، تاريخ النشر 1906. لماذا سيناء؟ لأن سماءها الصافية كانت هي المرصد الأول، وهذا يوافق ما نقله المقريزي في الخطط جيم 1 صاد 41. وكان إدريس يسكن صحراء سيناء ويتعبد في جبالها وينظر في النجوم. والأعجب أن اليونانيين سموه هرمس ثلاثي العظمة لأنه جمع 3 علوم: الفلك والطب والكتابة. المصدر: كتاب الملال والنحل للشهرستاني، جيم 2 صاد 24، تحقيق محمد سيد كيلاني.
والدليل المادي الثالث تقويم بركل الموجود في متحف بوسطن للفنون الجميلة، وهو لوح حجري من سيناء مكتوب عليه في سنة أوزير الأولى، أي أنهم بدأوا التاريخ من حكم هذا العالم. المرجع Catalogue of Egyptian Antiquities بوسطن ميوزيوم أيتم 04,278. فهل هناك أوضح من هذا؟ رجل يسكن سيناء، يعلم الناس الفلك، يضع التقويم، واسمه يطابق وصف إدريس. فإن كان هو إدريس عليه السلام فهذا شرف لمصر أنها كانت مركز الوحي، وإن كان تلميذه فهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6297. وهكذا خرج النور الثاني من مصر، نور الزمن والحساب. وما زلنا في سيناء، أرض المدرسة الأولى. قال الإمام ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم جيم 1 صاد 111: وكان إدريس عليه السلام أول من خاط الثياب وعرف الخياطة، وهي أصل الجراحة. وهذا الوصف يتطابق تماما مع ما جاء في بردية إيبلز الطبية المحفوظة في مكتبة ليبزيج بألمانيا. البردية ترجع لعام 1505 قبل الميلاد، لكنها تنقل عن كتب أقدم منها. وفي سطر 30 تقول الترجمة الحرفية للدكتور بول جليورغ إيبرس: هذا العلم جاء من زمن أوزيرو، أول طبيب عرف الدواء والمشرطة. المصدر Papyrus Ebers translated by B. Ebeling Plate XXX لين 6-7. والسر الذي لم يذكر في أي قناة عربية أن أقدم أدوات جراحية في العالم وجدت في سيناء. في منطقة وادي مغارة اكتشف عالم الآثار سير فيلندرز بيتري عام 1904 مجموعة مشارط نحاسية وملاقط، ومكتوب عليها بالهيروغليفية: أدوات بيت الحياة التي صنعها أوزيرو. وبيت الحياة هو اسم أول مدرسة طب في التاريخ، ومكانها كان في سيناء. المرجع بيتري Researches in Sinai 1906 p. 175 فنج 186. والدليل الثالث أن أشهر طبيب في تاريخ مصر القديمة إمحوتب كان يقول عن نفسه: أنا وارث حكمة أوزيرو، تعلمت من كتبه التي في معبد التركوازي. ومعبد التركوازي هو معبد سرابيط الخادم بسيناء. المصدر نقش إمحوتب في سقارة، ترجمة جي H. Breasted Ancient Records of Egypt فوليوم 1 p. 189. والأعجب أن الإغريق لما جاءوا ليتعلموا الطب ذهبوا إلى مدرسة هرمس في مصر، وهرمس عندهم هو إدريس عندنا. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جيم 6 صاد 362: وقيل إن إدريس هو هرمس، وكانت الحكماء تنتسب إليه. فهذا العالم هو الذي جعل من سيناء أول كلية طب في الدنيا، ومنها خرج الدواء للإنسانية. فسواء كان نبيا عليه السلام أو عالما صالحا رحمه الله، فالنتيجة واحدة: نور مصر في الطب بدأ من هنا. والحديث الصحيح يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري 5678. وأول من بحث عن الشفاء بالعلم كان في مصر.